سمعوا هاد الدراما وضغط المشاعر واستحمار بعض البشر، ما كنهضرش على كلش، بعض البشر، ومن بعد نكملوا. الناس قال لك المخربين الله اللي حق في هذا انا ما بقاوش معانا باغي ناكل راسنا باغي ناكل ولادنا لا هادو ماشي ديالنا ومن يجي وعاد حنا شفنا ما كنتش كتشوفوا في الدروب على كتشوف حتى كتشوف كلشي كان كيشوف شكون اللي كيشمر الناس في الزنقه شكون اللي كيزجوي على الناس على البنات والدراري شكون اللي خلانا حنا باش نخرجوا الزنقه كنخافوا منه تكون كيما كنت كتخاف من الكراسات شكون اللي كيكريسي هو الجنود اللي خرج يخرب ومع ذلك ما تنقص من وطنيته مغربي بحال مغربي بحال مازال عندنا ما ناقص عندنا الناس اللي حنا فيه خلينا مخلوق انت عايش مع راسك في الاوهام اللي نارج عندنا وجالس يتمتع او غالي في الافاق ديالك وهذا مخلي على جنب جالس كيتشبك جالس كيشمل ناضي وما فيش الشمل في الدوله عاد فينا وما هذا باغي نكرو لا ماشي عام لا حقا ماشي جنزات بالسيف عليك المغاربه بالسيف علينا جميعا وجزء منه وجزء من الطبيعه وجزء من هذا الشحن اللي حنا كنديروه هذه واحد 10 سنين القمع ديال اي حاجه عندها علاقه بواحد الغير على الوطن باغا تخرج وخليتو كنا كنقولوا خليو الناس تنفس فاش كتنتقد راه على الاقل كتحس بروحك الغاضبه عندها بلاصه اما انت اسكت فاش كيجي عندك وزير. شحال كيعجبني انا هذا الخطاب اللي كيضغط المشاعر اولا اللي كيستحمر المغاربه. دابا اش جاب موضوع ديال الوطنيه مع دراري ديال 15 16 عام باش تدخل لي العقل. شكون اللي قال لك هذوك الدراري ماشي وطنيه؟ اصلا مفهوم الوطنيه هو عندهم غائبه صاحبي، راه ما براهش يعني راه التربيه عندهم فاشله، يعني المجتمع اللي تربوا فيه رباهم تربيه فاشله. وعلاش انت بالضروره غادي ترد التربيه ديالهم على الدوله؟ نسيتي انت المجتمع اللي تربوا فيه، يعني الوالدين لا باز ديالهم. ومقياس ديال الوطنيه مازال ما دخلهمش هذوك في الوعي ديالهم. اشرف معاهم كتهضر غير مع يقولوا لي معاهم كتهضر، واش كتهضروا مع العقل الجمعي ولا مع الوعي الانساني ولا مع من؟ اشرف هذوك ديكامان التربيه ديالهم تربيه فاشله، والتربيه ديالهم كترجع على الوالدين راه ما كترجعش على الدوله. صدق الله العظيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي حتى الرحمه اللي غادي تدعي بها مع والديك مقابلها التربيه، وتجي انت تقول لي حنا ما ربيناهمش كنا كندوزو عليهمش نكاره، وهو اختار. الانسان ربي عطاه واحد المسار وعطاه واحد الاختيار في العقل ديالو، هو كيختار كيشوف الصالح وكيشوف الطالح. كاين واحد الانسان اللي هو اكتيف، واحد الانسان اللي هو فاشل، هذا هو الفرق. الاختيار كيرجع على البشر. علاش كتستحمروا الناس؟ علاش؟ ما بغيتش نطول الفيديو، بركه عليك، مره واحده اخرى دابا نرد عليك. بسلامه.